النهاردة معانا قصة لعيب الناس كلها بتتكلم عنه. لعيب بدأ من الشارع وبقى نجم من النجوم. اللاعب اللي خطف قلوب جمهور الزمالك وفاجئ الكل بخطواته للأهلي. أحمد سيد زيزو. القصة الكاملة من أول نقطة لحد آخر سطر. يلا بينا نبدأ. أحمد سيد الشهير بزيزو اتولد يوم 10 يناير 1996. من صغره وهو حابب الكورة ودايما بيجري وراها، لدرجة انه كان بيلعب من غير جزمة في الشارع عشان نفسه يبقى لعيب كبير. دخل أكاديمية وادي دجلة لما كان عنده 10 سنين وابتدى يتعلم الكورة صح، ومن هنا بدأت أول خطوة في المشوار الطويل. حكى قبل كده أحمد سيد زيزو إن بداياته كانت في اختبارات أكاديمية GMG، وفي الاختبارات كان هناك حوالي 8000 شخص، وكان الوحيد اللي تم اختياره من المنيا. الأكاديمية اختارت 8 لعيبة بس على مستوى مصر كلها. بعدها لعب أحمد سيد زيزو في فريق وادي دجلة تحت 21 سنة، ومن وادي دجلة لنادي ليرس البلجيكي. في 2013 زيزو خد قرار كبير جدا، وهو إنه يسيب مصر ويروح بلجيكا ويمضي مع نادي ليرس البلجيكي. هناك لعب مع الفريق الأول وعمل اسم لنفسه خلال 2.5 سنين شارك فيهم زيزو مع الفريق في حوالي 77 ماتش، وسجل 5 أهداف وصنع 10. دي أرقام كويسة جدا لأنه كان بيلعب في مركز 8، وكان دايما شكله مختلف وسط زمايله، كان عنده شخصية وذكي في الملعب. بعد كده في 2017 سافر على البرتغال في إعارة لنادي ناسيونال ماديرا، ومن هنا اتغير مركزه، بدأ يلعب جناح، وبعد 6 شهور اتنقل لنادي لورنسي. التجربة كانت مهمة وقوية جدا، تعلم فيها الكرة على أصولها، وبدأ يطور أكتر من نفسه ويزود خبراته، بالذات كمان إنه لعب في دوري صعب وفيه منافسة عالية. لكن تجربة ما نقدرش نقول عليها إن هي ناجحة قوي كأرقام. زيزو ما قدرش إن هو يثبت نفسه بشكل كبير في الفريق البرتغالي، سجل 2 هدفين في 31 مباراة مع فريقه، لكن لسوء الحظ يتسرق منه أوراق إقامته في البرتغال، والدنيا تتلخبط معاه شوية، ومبقاش عارف يرجع مصر ولا يكمل احتراف. وفي 2019 قرر يرجع مصر من بوابة نادي الزمالك، ومن هنا بدأ اسمه يلمع أكتر وشعبية جماهيرية أكبر. زيزو لعب 166 ماتش مع الزمالك، سجل فيهم 51 هدف وصنع 44، وخد مع نادي الزمالك الدوري مرتين وكاس مصر مرة واحدة والكونفدرالية والسوبر الأفريقي مرتين. كان عامل زي الدينامو في نص الملعب، على أي جناح دايما موجود، دايما بيصنع الفارق وبيكسب حب الجماهير بشكل كبير. كان دايما من اللعيبة اللي بيعتمد عليهم الفريق في الماتشات الصعبة. وفي 2025 وبعد ما خلص عقده مع الزمالك، زيزو فاجئ الكل وانتقل للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنين. الخطوة قلبت الدنيا، جمهور الأهلي كان فرحان وجمهور الزمالك كان مصدوم، بس في الآخر دي كورة، وزيزو راح يشوف تحدي جديد مع النادي الأهلي وبطولات كبيرة زي كأس العالم للأندية في أمريكا، وده حقه كلاعب محترف. زيزو واحد من أكتر اللعيبة اللي قدرت تثبت نفسها في وقت قليل، انتقل بين دول وأندية وفضل يشتغل على نفسه لحد ما بقى نجم صف أول. دلوقتي هو قدام تحدي جديد مع الأهلي، هنشوف هيعمل ايه الفترة الجاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب لي رأيك في الكومنتات. شايف زيزو كان المفروض ان هو يكمل مع الزمالك ولا خطوة الأهلي كانت صح؟